وفي هذه الأثناء يصل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى هذا الجمع العلمي المبارك ليعطي حفظه الله انطلاقة الدرس الخامس من الدروس الحسنية الرمضانية المنيفة، وتجري وقائعه بالقصر الملكي بالدار البيضاء. ويلقي الدرس في حضرة أمير المؤمنين الأستاذ أبو بكر الزبير مبوانا مفتي تنزانيا متناول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحق المبين الهادي الورى إلى الصراط المستقيم الباعث محمدا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين رحمة بالمؤمنين وحجة على العالمين، والحول والقوة لمن لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مولاي أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، سبت النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، أتشرف اليوم بالجلوس أمام جلالكم الشريف وجنابكم المنيف لألقي درسا من سلسلة الدروس الحسنية التي كتب الله لها الذيوع والانتشار، وأسبها على عاتق الخلف الأخيار التعريف بما حوته من اللطائف والأسرار، فهي مكرمة من مكارم أسلافكم المنعمين الذين أنات الله تعالى بهم أمانة حفظ الدين ورعاية شؤون المسلمين في العالمين. وقد حازت البلدان الإفريقية أولوية تلك الرعاية وشرف تلك الحماية. وجرياً على هذا السنن أتقدم بين أيديكم بإلقاء درس حسني في موضوع رمزية إمارة المؤمنين وحضورها في الفكر الديني لدى علماء شرق إفريقيا تنزانيا أنموذجاً، انطلاقاً من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. فأقول وبالله التوفيق، إنه من تمام التفضل والإنعام أمن الله تعالى علينا بنعمة الإسلام وخلقنا بهدي القرآن، وجعل من تمام ذلك التحقق بالبيان الدال على وجوب طاعة الإمام بما يضمن مصالح الأنام، وذلك تحت مسمى الإمامة العظمى التي تفوض لمن كتبها الله له النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشرائع وسد الذرائع.